وها قد وصلنا إلى منطقة همسيكوي بعد ما قضينا وقت ممتع في منطقة مزرعة العم علي العم مصطفى. هناك هذاك الجانب العم مصطفى، أما هنا فهمسيكوي فيها فنادق، فيها مطاعم، فيها كل اللي تحب من أجل الراحة والاستجمام، تقضي وقت ممتع بعد سفرة طويلة. يعني هنا لقية في تركيا صراحة للاستجمام، تقضي لك وقت فيه ممتع، مطعم مفتوح وكل وشرب شاي وارتاح واستمتع بحياتك. ربما تلقى مكان تجلس فيه هنا، ما شاء الله عليهم الأماكن منظمة ومرتبة ليهم ولغيرهم، سبحان الله. وهذا شوف مطعم جميل في شرفة جميلة، يعني تنظر إلى الجبال هنا منظر رائع. وهنا طبعا بعد جلسة ما شاء الله الأخوة والأخوات السعوديين موجودين هنا والخليجيين. وهنا ما شاء الله يعني مطعم تنظيم حلو، يعني تقريبا احنا وصلنا إلى وجهتنا. وها نحن في همسيكوي وصلنا. شوف الإطلالة من الأعلى، ما شاء الله ما شاء الله، إطلالات، جلسات، مساجد، كل شيء موجود، لكن الحذر لأنه الشوارع كلها غير محمية الأكثر. اوكي. وهنا شوف الإطلالة الجميلة هناك ما شاء الله. الحين بيوقفنا ونروح نتمشى. تحياتي. صادفت كم كلب في تركيا، شوف بهذا الشكل ما شاء الله، ضخمات، ما أعرف هذا كلب ولا عقل. شوف ما شاء الله. وهذه من منطقة همسيكوي، يعني إطلالات جميلة رائعة، مطاعم حلوة، مناظر جذابة. بس بعدين بنطلع إلى مرتفعات زيغانا، ما بنطول هنا. لكن الإطلالة رائعة للبيوت وللمنطقة. هذا الكلب راقده، هسه حد يحطم له راسه. لا يتسكر. والذرة. وهذه من همسيكوي.